حبايبي عاملين ايه؟ معلش حقكم عليا، الفيديو اللي فات للاسف فصل مني، فده تكملته لمو انتروجاتيف. هنكمل مع بعض. كنا واصلين لغايه ايه؟ لغايه الكل اللي هي دي. عندنا الكل دي معناها ما، كلها معناها ما، ولكن عندنا 4 اشكال من الكلات: كل 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 كل. تمام؟ عندنا كل دي بيجي وراها مفرد مذكر، وكل دي بيجي وراها مفرد مؤنث، كل دي بيجي وراها جمع مذكر، يعني دي جمع دي، ودي جمع دي، وكل دي اللي اخرها او اس جمع دي اللي هي اخرها ايه؟ او. دي جمع مؤنث، دي جمع مذكر، دي مفرد مذكر ودي مفرد مؤنث، يعني دي بتبقى جمع دي ودي جمع دي. طيب كلهم يحملوا نفس المعنى اللي هو ما. جميل الكلام، جميل الكلام. تعالوا نشوف مع بعض. شوفوا هنا الأمثلة اللي عندنا. أول مثل بيقول إيه؟ كلاج أتشو، أنت عندك كام سنة؟ طبعا السؤال ده أو إحنا عارفينه كويس جدا. كلاج أتشو معناها أنت سنك كام أو عمرك كام، وعلشان كلمة آج دي مفرد ومذكر أخدنا كال اللي قبلها اللي هي دي. تمام؟ السؤال الثاني: كال ماتيير بريفير تو، أنت بتفضل أنهي مادة دراسية؟ كال ماتيير، وعلشان ماتيير مفرد مؤنث استخدمنا قبلها كال دي. كال سبور فيتشو، انت بتعمل انهي رياضة او ايه الرياضات اللي انت بتعملها، وعلشان سبور دي كلمة جمع ومذكر اخترنا كال دي. وهنا كال سون لي ماتيير بريفيري، ايه هي المواد المفضلة بالنسبة لك، المواد الدراسية المفضلة بالنسبة لك، وعلشان كلمة ماتيير هي مؤنث وجمع اخدنا كال دي. يعني كل كل من الكلات ليها استخدام. هم 4 كلات اللي هي قدامنا دي، كل 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 كل، الأربعة بننطقهم كل، ولكن كل واحدة فيهم ليها استخدام مختلف عن الأخرى. مهم قوي قوي إن احنا نعرف كل دي. تمام؟ كمان درجاتها يعني فيكسد، مضمونة يعني. ماشي؟ طيب هنا في عندنا أداة تانية اسمها أين أو أو. ماشي؟ الأو بيجي وراها ليو، مكان. عادة بنستخدم فيرب افوار او فيرب فينير من الايه؟ مع المكان. ماشي؟ لما بقول هنا او فاتو، اين تذهب؟ جو في او كلوب، انا ذاهب الى النادي. او اليفو، انتم رايحين فين؟ نو زالون اليكول، احنا رايحين المدرسة. وطبعا الادوات اللي قدامنا دي بنستخدمها على حسب المكان اللي احنا هنتكلم فيه. يعني ايه؟ يعني لو المكان ده مذكر ومفرد هقول او وكذا، او كلوب، او سينما، رايح النادي، رايح السينما. اما لو المكان اوله حرف فويل زي ده كده هقول اليكول، هستخدم دي اليكول، الوتيل، اهو دي كلها حروف فويل فهستخدم الابوستروف. طيب لو المكان ده وراه مؤنث، مكان مؤنث، هقول على مثلا على بلاج، الشاطئ، او على ميزون او المنزل. ماشي؟ استخدمت هنا على. واو دي لما بيجي اماكن ايه؟ ميزون اهي قدامنا، لما بيجي مكان فيه كذا اماكن جمع او مكان كبير فيه حاجات كتير، زي مثلا اكتر حاجه بتيجي مع او بي را ميد، الاهرامات. حتى انا بالعربي بقول ايه؟ بقول الاهرامات. يبقى عندنا او بنستخدم معاه فيرب الي، وبنستخدم معاه الارتيكل او الادوات اللي مع الاماكن. ماشي؟ دي تقريبا اتشرحت او هتشرح لسه. عندنا هنا كومون، وكومون الكيفيه، ازاي او كيف. لما بقول مثلا ايه؟ كومون سافا، ازيك او كيف حالك. كومون فاتيو اليكول، انت بتروح المدرسه ازاي. عاده هقول لما بقول لك كومون فاتيو اليكول هتقول لي جو في اليكول اون بوس، بالاتوبيس. هنا استخدمت وسيله، انا بقول لك انت بتروح المدرسه ازاي، قلت لي انا بروح المدرسه بالاتوبيس، اون بوس، عايزه وسيله او كيفيه الذهاب الى المدرسه. كومون. وطبعا السؤال ده عارفينه كويس جدا، كومون تو تابيل، يعني اسمك ايه. صح كده؟ كده احنا خلصنا الادوات الاستفهاميه بتاعتنا. لو محدش شاف الفيديو اللي فات يتفرج عليه، لان ده فيه برضو الحبه الاولانيين مهمين جدا. تعالوا بقى ايه؟ نوصل نشتغل شويه اسئله كده عشان نراجع على اللي احنا ايه؟ على اللي احنا عملناه. التوصيل من المهم جدا انك انت تقرا الناحيتين وبعد كده تحدد الاسئله. او ترافاي تيل، هو بيشتغل فين. كاسكال، هي بتشتغل ايه. كالوريتيل، هي الساعه كام.
كاسكو فو فات انتوا بتعملوا ايه، كاسكيل في هو بيعمل ايه، كي يسو من هذا، او ابيتيفو انتوا ساكنين فين. هنا il est 3 heures je suis pharmacien c'est Aya il est médecin j'habite à Alexandrie il est pilote il travaille à Paris. طيب يلا بينا نبدا كده بسم الله. اول حاجه اما بقول او ابيتيفو جابيت الكسندري، ليه؟ لان انا لازم الاول ابدا بالاجابات اللي انا متاكده منها. ماشي، جابيت الكسندري انا ساكن في الاسكندريه، ودي طبعا او معناها اين. في عندنا كمان كاسكالفي يعني هي بتعمل ايه او هي بتشتغل ايه، هتبقى اليمتسا. كالوريتيل الساعه كام، الي 3 الساعه 3. كاسكو فو فات حضرتك بتشتغل ايه او ايه هي شغلتك، بتعمل ايه، جو سوي فارماسيان. ما ننساش ان احنا اخدنا السؤال ده اللي هو كاسكو فو فات وكاسكو تو في السؤال عن المهن. ماشي، كاسكيل في هو بيشتغل ايه، إلي بيلوت هو بيلوت، وكي يس سي آية، مين دي؟ دي آية. واخر حاجة او ترافايتيل هو بيشتغل فين، il travaille à Paris هو بيشتغل او بيسافر، هو مسافر فين، il travaille à Paris اهو. وادي كده احنا كده وصلنا كله صح. تمام، تعالوا نكمل مع بعض اسئله برضو علشان نتاكد من الدرس ده. عندنا هنا 20 سؤال، ويا ريت قبل ما تشوفوا الفيديو يعني قبل ما تشوفوا الحل بتاعه تحلوه لوحده وبعد كده تشوفوا الاجابات عشان تتاكدوا ان انتوا تمام، لان المو انترجاتيف يا جماعه مهمه جدا. ماشي، يلا بينا يلا بينا. اول حاجه هنا بيقول لك ايه، نقط فاتيو اليكول اون فواتور، انت رايح ازاي المدرسه، اون فواتور بالسياره. يبقى انا بسال هنا على الكيفيه يعني كومون ازاي. نقط كوت سو بونتالون سون ليفر، طبعا على طول كومبيان يعني بكام. اوريتيل كالوريتيل من اسهل الاسئله. نقط ايه لا جار تريز انيمي، يعني المحطه عامله ازاي، تريز انيمي مزدحمه جدا. في الحاله دي انا بسال على ايه، على الجار دي عامله ازاي، يبقى بسال على الكيفيه. يبقى كومون ايه لا جار، الجار دي عامله ازاي، تريز انيمي زحمه جدا. ابيتيفو او كير انتم ساكنين فين، او ابيتيفو انتم ساكنين فين، او كير في القاهره. نقط ايه لو كلوب سموحه، هنا في مكان يبقى انا بسال على المكان، يبقى او لو كلوب فين النادي، في سموحه. نقط سي ان شيان ده بيكون كلب، كاسكو سي اللي هي دي كاسكو سي، وده السؤال غير العاقل ومعناه ما هذا. هنا اريف تو جاريف ا 8 انا جاي الساعه 8، وطبعا ده اخدناه. للاسف الاجابات هنا مش مظبوطه، هقول كال اور على الساعه كام انت جاي، جاريف 8 اور، دي كده الاجابات بتاعتها غلط. هنا كده برينيفو معناه حضرتك تاخد ايه او تتناول ايه او تشرب ايه، كو برينيفو وده خدناه قبل كده في السيتوياسيون بتاعت الطلب بادب وكلام من ده. نقط فوزات بيلوت وي جو سوي بيلوت هيبقى ايه، اسكو فوزات بيلوت هو حضرتك بيلوت، اسكو هل حضرتك بيلوت، وي جو سوي بيلوت وهيبقى معناه هنا هل حضرتك بيلوت، هل انت طيار، ايوه انا اكون طيار. نقط تو مونج دي جاتو، كاسكو تو مونج برضو، كاسكو تو مونج يعني حضرتك بتاكل ايه، دو جاتو هنا كده. ديليف دون لا كلاس 25 élèves، يبقى على طول بسأل على العدد، يبقى combien d'élèves كام تلميذ في الفصل، 25 تلميذ. نقط اس سي مون امي علي، كي اس على طول، كي معناها مين، كي اس سي مون امي علي ده صاحبي علي. هنا ايه لو بري دو سيت فيست، ايه لو بري طبعا لو بري طبعا مفرد مذكر يبقى كالتي على طول. نقط في تو جو في مون ديفوار، بتعمل ايه، انا بعمل الواجب بتاعي، يبقى كو في تو جو في مون ديفوار. نقط تو دور كار جو سوي مالاد، طالما لقيت هنا كار في الاجابه يبقى لازم السؤال يكون فيه ايه، يكون فيه بوركوا تو دور انت نايم ليه، كار جو سوي مالاد لانني مريض. نقط ايه ليكول ايبل المدرسه جميله، يبقى انا كده سالت عن الكيفيه، بقول المدرسه عامله ازاي، فبقول ليكول ايه بل كومون ايه ليكول. ماشي، كيف يعني المدرسه، يعني عايزه وصف للمدرسه.
نقط كولور بريفير تو، كلمة كولور مفرد ومؤنث، يبقى هنختار طبعا دي على طول. كال كولور بريفير تو، انت بتفضل انهي لون. واخر حاجة عندنا فا تو او مارشي. فا تو معناها انت ذاهب، او مارشي ورد عليا وقال لي او مارشي راح السوق، يبقى هقول له او فا تو، انت رايح فين؟ او فا تو اين تذهب؟ او مارشي السوق. وبس كده، كفايه عليكم جدا جدا. مش هكرر تاني، اللي ما شافش الجزء الاولاني من الفيديو يتفرج عليه. هكتب لكم على ده الجزء التاني، وهكتب على اللي فات الجزء الاولاني، وانا بس فصل مني وانا بشرح لان الاتنين مرتبطين ببعض. المهم يا رب تكونوا استفدتم، وان شاء الله باذن الله اكون سهلت عليكم جدا الفرنسي، واشوفكم على خير واقول لكم au revoir، باي باي.